تشيكن بوبس، كلنا بنعشق التشيكن يا جماعة، مفيش حد بيختلف عليه وبالذات الأطفال. هنحتاج كوباية حليب، 2 عدد بيض، لو بيض أبيض أو بيض أحمر كفاية واحدة بس، معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسود، معلقة برضو كمون، ده جنزبيل، ده بقى معلقة الزعتر. هتبدأي تفركيهم بإيديكي كده عشان هو بيبقى حبيبات كبيرة، فانتي تفركيهم بإيديكي كده لغاية ما ينعموا، وتحطيهم برضو معلقة الملح. تمام، هتقلبيهم كويس قوي. يعني في الخطوة دي اهم حاجة التقليب، وبرضو لما ننزل بالدقيق برضو تفضلي تقلبي كويس عشان دي ما يبقاش فيه تكتلات او اي حاجة، فتقلبي كويس. هنحتاج معلقتين دقيق. تمام، هنقلبهم برضو كويس. الخطوة دي يا جماعة افضلوا كرروها كتير عشان ما يبقاش فيه تكتلات في الخلطة او في العجينة. يعني ما تخليش فيها تكتلات عشان تديكي الشكل الكريسبي اللي بره، ويبقى طعمها يعني تبقى ماسكة كده في الحتة التشيكن، هتبقى تحفة. فانتي اهم حاجة في الخطوة دي التقليب مستمر لغاية ما تخليش اي كتلة فيها. بصوا هنحتاج الدجاج بتاعنا هيبقى مكعبات كبيرة، يعني زي ما انتم ما شايفينه في الفيديو كده، هيبقى مكعبات كبيرة كده. وتسيبيه بقى في التتبيله براحتك، عايزه تحطيه في التلاجة تغطيه وتشيليه في التلاجة لمده ساعتين يشرب من التتبيله، بيبقى طعمه يجنن. عايزه تسيبيه يعني 5 دقايق كده برضو، لو مستعجله برضو هيبقى برضو طعمه يجنن. بس هو كل ما بيقعد في التتبيله كل ما بيبقى طعمه احلى، يعني بيشرب من التتبيله ويبقى طعمه احلى. بس يا جماعه هو هيديكي شكل الكريسبي، او الناس اللي مش بتحب الكريسبي قوي او الكفر، هقولك دلوقتي على طريقه تخليه مش الكفر بتاعه مش كبير. هنحط هنا معلقتين برضو حبه دقيق، كوبايه دقيق، هنحط معلقه جنزبيل، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، هنا معلقه النشا، هنحط الملح، هنقلبهم كويس. بصوا الخطوه اللي جايه دي اهم خطوه للناس اللي هي مش بتحب الكفر كتير قوي على التشيكن او على الكريسبي. يعني بصي هقولك تعملي الخطوه دي حلوه. هتجيبي المصفى، هتبداي يعني تاخدي التشيكن كده، يعني مش تصفيه على الاخر، بس يعني هتخليه شويه من التتبيله وتبداي تقلبيهم. طبعا كل ده بيبقى بياخد كريسبي كتير قوي من بره. انا مش بحب الكفر كتير قوي من بره. الناس اللي بتحب عليه الكفر كتير قوي من بره ما تعملش المرحله اللي انا عملتها دي. فانا بنخله كده، بشيل الزيادات الكتير. اولا انا مش بحب زي ما قلت لكم الكفر الكتير قوي، مش بحب طعمه. بس هو انا بحب القرمشه وطعم الكريسبي وكل حاجه، بس مش يبقى اوفر. يعني انا مش بحب افورت الدقيق وافورت العجين. فالناس اللي عامله زيي مش بتحب العجين الكتير من بره، فهي الخطوه دي مهمه قوي انك تنخلي كده دقيق وتحطيه بقى في الزيت. يعني هتشوفيه معايا دلوقتي في الفيديو هيديكي كل الشكل اللي بره، بس مش هيبقى كفر بقى عجين كتير قوي. في ناس بقى يا جماعه بتسقطه في الميه وترجع تاني تحطه في العجين ولت وعجن كده. بصراحه انا مش بحبه، يعني مش بحب العجينه قوي تبقى كبيره قوي فيه ويبقى طعمه كله عجين. لا، انا بحب استمتع بطعم الفراخ فيها. فهي برضو هيبقى عليها كفر، بس الكفر هيبقى خفيف ومقرمش، يعني مش هيبقى الضخم قوي زي اللي هما بيعملوه في ميه ويرجعوا تاني يحطوه في دقيق. لو انتوا حابين الكفر كبير او كتير فانتي ما تعمليش مرحله الدقيق دي خالص. بس هتعملي بقى جنبيهم شويه مكرونه، شويه سلطه، شويه رز، دلعي بقى نفسك اللي انت حابه تحطيه. ده شويه ده صوص من فوق كده، برضو ده صوص مدخن طعمه يجنن. فانتوا لو عايزين شكله هنزل لكم الشكل بتاعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. باي باي.